اللي قلبه ضعيف يبعد من سكات، واللي شايف نفسه جامد يجي يوريني. ده كان مبدأ ساكورا، وده كمان المبدأ اللي احنا ماشيين بيه هنا. اللي مش قد الحكاية يكمل سكوته، واللي نفسه يعرف حكاية البطل اللي قلبه ما بيخافش يركز معايا بقى. يلا بينا نولع الحلقة دي من أولها ونرجع بسرعة شديدة نفتكر اللي حصل قبل كده. ساكورا أول ما دخل مدرسة فورين عمل دوشة من أول لحظة، وهو بيعلنها صريحة: أنا مش أي حد، أنا جاي هنا علشان أبقى فوق الكل. والكلام مش بس كده، ده كان مقتنع تماما إنه أقوى طالب هيعدي على المدرسة دي أصلا. وفي نفس اليوم اتعرف على سو، الولد اللي دايما لابس رقعة سودا على عينه، بس بالرغم من منظره الغامض طلع شخص لطيف جدا. ومننساش رد الفعل الكل في الصف، كانوا مبهورين بساكورا بطريقة مش عادية، خصوصا لما عرفوا إن هو نفس الشخص اللي وقف جنب هيراجي ضد الشلة المتنمرة اللي كانت عاملة إرهاب في الحي قبل ما طلاب فورين يظهروا. لما خلصنا الحلقة اللي فاتت كنا واقفين على لحظة مجنونة. فاكرين الطالب اللي اسمه سوجو شيتا، اللي معروف بلقب سوجو النينجا؟ دخل المدرسة كأنه داخل ساحة حرب مش فصل. الراجل مقالش صباح الخير حتى، ما بصش حواليه، دخل ولع الدنيا وراح مكسر الديسك بتاعه في ثانية. وبعدها من غير أي مقدمات راح متجه ناحية ساكورا، وعلى وشه نظرة شر بيقوله: أنا جاي لك. بس عارفين مين اللي كان مستني اللحظة دي بفارغ الصبر؟ ساكورا طبعا. ده الجو ده أكتر حاجة بيحبها، ضرب وأكشن وعركة حلوة تثبت هو مين وسط الطلبة. قام واقف بكل حماس مستعد يخش أول معركة رسمية ليه جوه المدرسة، والرهان كرامته ومكانته قدام الكل. وساعتها سو اللي واقف بيتفرج من بعيد كان شكله مبسوط قوي، وضحك بكل حماس وقال: كده الشرارة ولعت خلاص، الليلة شكلها هتبقى مولعة نار. نيجي بقى لنيري، الولد المسالم الطيب اللي واضح انه ملوش في الجو ده خالص. كان واقف مش فاهم ايه الحلاوة في اللي بيحصل، الناس كلها متحمسة وساكتين مستنيين الضربة الأولى، وهو كان مرعوب فعلا، باصص حواليه كأنه بيقول: هو في ايه؟ هو ده طبيعي؟ بس فجأة سوجي، أو زي ما بيسموه سوجي بلاك، اتحول لكتلة غضب، هجم على ساكورا بسرعة جنونية حرفيا كأنه صاروخ بشري. بس ساكورا ولا كأنه اتفاجئ، راح متفادى الهجوم بشياكة. والمعركة شغالة، وسو اللي قاعد بيتفرج وكأنه بيتابع فيلم أكشن بدأ يعلق بسخرية: هو أنت كنت فاكر يا ساكورا إنك هتبقى فوق الكل بوجود الوحش ده؟ ده سوجي يا ابني، أنت شكلك نطيت في النار برجليك. وفي اللحظة دي باين قوي إن سوجي بدأ يتعصب. ضربته الأولانية ما جاتش في ساكورا، فقرر يديله واحدة تانية برجله جامدة جدا، كسرت الديسك اللي كان في طريقه وكأنه ورقة. وسو بقى لا، ده مش بيهدي، بالعكس بيزود البنزين على النار وبيشعل الموضوع أكتر بكلامه. وفجأة سو لف لساكورا وقال له بنبرة شبه مسخرة: لا لا لا، انت كده ظلمت نفسك يا ساكورا، انت أكيد مش عارف مين سوجي ده ولا ليه الناس بتتجنبه. ده كان بيجي المدرسة دي من أيام الإعدادي يا ابني، يعني حافظها متر متر. ومش بس كده، ده عنده شغف وموهبة محدش يقدر ينكرهم. الراجل ده مش جاي يلعب، ده جاي يسيطر. وفي اللحظة اللي سو بيقوله الكلام ده، سوجي بقى اللي ما بيزهقش كان لسه شغال هجوم بكل قوته رايح جاي. كل ده وساكورا سايب نفسه للضربات، بيفلت منها بسهولة بس لسه مردش ولا ضربة واحدة. وسو لسه مكمل كلامه بكل هدوء كأنه بيحكي حكاية. وبصراحة كده أنا نسيت أقولك معلومة مهمة جدا: سوجي ده هو الطالب الوحيد اللي إدارة المدرسة الثانوية نفسها اعترفت بيه وهو لسه في الإعدادي. عارف يعني إيه؟ يعني الواد ده واخد الختم قبل ما يخش المرحلة أصلا، وعنده ولاء غريب للمكان ده، وبيشوف إن مكانه على القمة مش رفاهية، لا ده عبادة. يعني لو الموضوع محتاج يضحي بأي حاجة عشان يفضل رقم واحد نمبر 1 وكده، يعني هيعملها من غير ما يرمش. وسو ضحك كده ضحكة خفيفة وقال: عارف ممكن كلامي يبان اوفر، بس لما تشوف سوجي بعينك تفهم ان مفيش حاجة مبالغ فيها. وسو ببروده المعتاد بص لساكورا وكمل كلامه وكأنه بيشرح له قانون ما يتكسرش: بص بقى يا معلم كويس، انا فهمك ان الراجل ده متعصب فوق الطبيعي لفكرة انه يفضل على عرش القمة بتاع فورن، فانت لما جيت وقلت الجملة بتاعته انا اللي هقعد على العرش، الف مبروك، انت بنفسك حجزت تذكرة لجهنم. علشان سوجي مش من النوع اللي يسمح لحد يقرب من مكانه، وطول ما هو جوه المدرسة دي محدش هياخد منه اللقب ده بسهولة. وطبعا كل كلمة بيقولها سو بتزود سخونة المعركة اكتر واكتر. سوجي غضبه كان واضح جدا وعمال يهجم على ساكورا كأنه وحش طالع من قفصه، وساكورا لسه بيفلت من الضربات بصعوبة واحدة ورا التانية، بيحاول يثبت نفسه بس واضح انه في اختبار صعب جدا. وفجأة واحد من الطلاب
شكله ما استحملش الحماسة اللي زادت عن حدها، صرخ من آخر الفصل وقال يا سو يا ساب المصايب انت، اسكت بقى شوية، ده انت سخنتهم على بعض أكتر، بدل ما تحاول تفصل واقف ترمي حطب، خلي عندك دم شوية. وسو لا اتأثر ولا اتهز، لفله كده وهو بيرفع حاجبه وقال له بكل برود أنا؟ ما توقفهم انت يا عم الشجاع، ولا انت لسه صغير وبتستنى إذن؟ الطالب اللي صرخ لسو من شوية حس إن اللي بيحصل خرج عن السيطرة، فبصله بنظرة جد وقال له بص يا سو، انت عارف لا أنا ولا أي حد من الطلبة هنا يقدر يدخل ويفرقهم، وانت عارف ده كويس، علشان كده بالله عليك انت الوحيد اللي ممكن توقف اللي بيحصل ده. لو فضلت ساكت كده توجي حرفيا ممكن يخلص على الوادي الجديد، وساعتها هتبقى مصيبة سودة على المدرسة كلها. وفي نفس اللحظة ومع تصاعد التوتر توجي كان بيجهز لضربة قاتلة ولكمة مرعبة رايحة على وش ساكورا بكل الغضب اللي في الكون. بس المفاجأة ساكورا في آخر لحظة نزل على ركبته بسرعة وتفادى الضربة بطريقة مرعبة، وبدل ما يتوتر أو يخاف بص لسوجي وضحك ضحكة استفزاز كأن اللي قدامه طفل صغير وقال له بص يا عم الأمور، أنا مش هقول غير إن حظك زفت، الضربة اللي كنت مراهن عليها بكل قوتك ما جاتش فيا، تعد بقى لأن أنا سكت لك من الصبح وسكوتي خلص. وفجأة بركلة عنيفة برجله ساكورا ضرب سوجي بكل قوته، ضربة كانت كأنها طلقة مدفع، لدرجة إن سوجي بدأ ينزف وكل اللي في مكان كانوا واقفين مكانهم مصدومين، عيونهم مفتوحة على الآخر مش مصدقين اللي حصل. اللحظة دي كانت تاريخية فعلا، الولد الجديد اللي الناس لسه مش عارفاه كويس ضرب واحد من أشرس طلاب المدرسة سوجي، واللي الكل كان بيخاف منه حرفيا. الصدمة كانت أكبر من إنها تتوصف، الفصل اتقلب سكوت تام والأنفاس اتحبست، وفي اللحظة دي سوجي وصل لقمة غضبه، ملامحه كانت نار وبيمسح الدم اللي سال على وشه، بس ساكورا كده واقف قدامه بكل ثبات ما فيهوش ذرة خوف، بالعكس كان واقف بكل ثقة. بصله وقال له بنبرة هادية عارف مشكلتك ايه يا سوسو؟ انت متعصب بزيادة ومش بتعرف تاخد قرار من دماغك ولا حتى تفكر بهدوء، واللي بالشكل ده ما ينفعش اعتبره خصم ولا حتى يقدر يهزمني، لو سمحت هاتلي حد بجد، حد يستحق اني اقاتله. الكلام نزل على سوجي كالصفعة، وساعتها ولعت المعركة من جديد، الشرارة طلعت من عينهم وبتحرك متزامن سوجي وساكورا هجموا على بعض في نفس اللحظة، وده كان هيبقى أول تصادم ناري بينهم. لكن فجأة صوت الميكروفون في الفصل اشتغل وقطع كل حاجة، الهجمة اتوقفت وكل اللي في المكان اتجمدوا في أماكنهم والعيون اتجهت ناحية السماعات، وفي وسط السكون ده طلع صوت غريب، صوت واحد بيتكلم بنبرة فيها هزار وسخرية كأن اللي بيحصل ده مش معركة حياة أو موت. كان بيقول طب يا جماعة هو الصوت بيطلع من أنهي زرار بالظبط؟ حد يدلني. واللي سامعينه واضح إن الشخص ده واثق من نفسه جدا وصوته يدل على إنه تقيل قوي في المدرسة، بس برغم السخرية أول ما صوته طلع الكل سكت فورا، لأن ببساطة ده مش أي حد، ده شخص ليه هيبته. وقبل ما الميكروفون يكمل هزار فجأة طلع صوت تاني، صوت واضح إنه مش طايق اللي بيحصل، وبدأ يزعق بصوت عالي للشخص اللي قبله وقلب انفعال انت صوتك عالي قوي مبطل هزارك ده شوية. وفي وسط الجو الغريب ده كان في لحظة سكون خيمت على المكان كله، كل الطلاب سكتوا وكل العيون اتجمدت في مكانها. ساكورا اللي كان متحمس جدا للنزال حس إن كل الحماس اتحرق على الفاضي، اتضايق بجد وبص لسوجي وقال له بنبرة متمردة كده يا عم سوسو فكك من العك ده، تعالى نكمل نزالنا بقى يا نجم، أنا كنت مستمتع وأهو قطعتلي المود. لكن فجأة ساكورا خد باله من حاجة غريبة جدا، بص حواليه كده وليه إن سوجي واقف ثابت مكانه، والمفاجأة مش لوحده، ده كل الطلاب كلهم واقفين متجمدين، لا بيتكلموا ولا بيتنفسوا ولا حتى بيرمشوا. ساكورا واقف مذهول مش فاهم حاجة وبقى بيبص حواليه بقلق، ايه ده وفي ايه؟ انتوا جرالكم ايه كلكم؟ ليه وقفتوا كده فجأة؟ الجو بقى مرعب وساكورا هو الوحيد اللي مش فاهم السر. ساكورا كان واقف متلخبط وبيبص حواليه مش فاهم حاجة، هو ايه الصوت ده اللي طفى النور في عيون الطلبة كده؟ مين اللي بيتكلم يعني؟ فيقف الكل مكانهم كأنهم تماثيل. وبين ما هو بيفكر طلع الصوت التاني، صوت اللي كان بيزعق من شوية لكن المرة دي بصوت حاد وواضح جدا، وقال أنا هاجيمي أومينيا الممثل الرسمي لبو فورن. في اللحظة دي قلوب الكل وقفت، بس قلب ساكورا بقى قال هو ده القمة، ده أقوى شخص في المكان كله، ده اللي الكل
بيتكلم عنه. ساكورا عينه لمعت وكان واضح إنه متشوق جدا لأي لحظة هيعيشها بعد كده، بس فجأة أومينيا كمل كلامه وبصوت الغريب قال بكل استهتار: أنا بصراحة نسيت كنت جاية أقول لكم إيه. استنى كده، صح افتكرت، أنا جاية أقول لكم تمتعوا بمرحلة شبابكم هنا. وأومينيا كمل بنفس النبرة العجيبة: يعني طالما قطعتوا مشوار طويل علشان توصلوا للثانوي هنا، يبقى خلوا ليكم ذكريات حلوة، عيشوا الحياة وابنوا معنى ليها، وخليكوا كده فريش وفرافيش، احنا في رحلة، يعني هاف فاني. اللحظة كانت غريبة جدا، شخص بيهيمن على المكان بحضوره، يخوف الناس بنظرة وفي نفس الوقت بيهزر وكأنهم في رحلة مدرسية للساحل. والطلبة كانوا واقفين حرفيا مش مستوعبين ولا كلمة، كلهم باصين لبعض كأنهم بيقولوا: ايه العك اللي بيتقال ده؟ رحلة؟ هو ده اجتماع ولا اعلان صيف؟ وأومينيا بقى كمل ولا كأن في حاجة، وبكل لطافة كده قال: اسمعوا بقى، روحوا شواطئ وتسلقوا جبال وعيشوا شبابكم، اتمشوا واتدلعوا واتمختروا كده على الآخر، واهو الصيف جاي، عايزين كلنا نروح الشط سوا، ما تنسوش نفكركم ناكل ايس كريم ونولع الدنيا. وطبعا نيري كان في عالم تاني خالص، ساب كل الكلام الغريب ده ودماغه وقفت عند كلمة ايس كريم. الحماس ضربه فورا وبقى شبه طفل متحمس في ملاهي. بس فجأة سوجي مسكه من دماغه وشده ناحيته وقال له بنظرة موت: انت قلت ايه؟ ايس كريم؟ طب ما تيجي اعمل دماغك انت ايس كريم واكلك بقى، يمكن ترتاح. نيري اتجمد مكانه والدم طار من وشه وصرخ برعب وقال له: يا راجل والنبي يا عم ما تضربني، انا ما كنتش اقصد اسخر من كلام اومينيا العظيم اللي انت بتعبده. الناس كلها كانت مندهشة من التحولات دي واللي بيحصل بقى فاصل بين العبث والرعب، وساكورا كان واقف بيتفرج والضحك على وشه كأنه داخل مدرسة مجانين ومبسوط. وأومينيا كمل كلامه ولسه محافظ على نبرته اللي باين عليها انها هزار، بس كلامه كان فيه رسالة تقولها بمليون معنى. قال كده وهو بيتكلم بالراحة: انا غالبا قلت اننا هنروح الشط مع بعض، بس بصراحة مش كل الموجودين هنا هينسجموا معانا، يعني واضح كده ان في شوية مش هيكملوا المشوار، وفي حاجات كتير هتحصل ومش كلها هتبقى لذيذة، وطبعا محدش منكم هيمسك في التاني من اول يوم يتخانق، صح؟ يعني ما ينفعش يحصل كده. انا مش بطلب منكم تبقوا اعز صحاب، بس على الاقل حاولوا تتفاهموا، خليكم كده منسجمين علشان اللي هيخرج عن الصف مش هيكون نصيبه لطيف. الكلام ده نزل على الطلبة زي دل ومية متلج. حتى سوجي اللي من شوية كان بيتنطط ويزعق اتوتر جدا ومسح الدم اللي على وشه بسرعة كده كأنه بيحاول يمسح آثار المعركة، وده معناه ان الرسالة وصلت. فاكره كان بيبص لأومينيا وعينه بتلمع، مش لأنه خاف، لا بالعكس، لأنه لقى قدامه خصم من العيار اللي بيستفز حماسه. والحكاية لسه بتبدأ، وسو وقتها كان واقف بيهزر مع سوجي وقال له: تقدر تمسح الدم اللي على وشك دلوقتي، بس احنا كلنا شفنا اللي حصل بعينينا يا نجم، مش هتقدر تمسح ده من ذكرياتنا. وساكورا واقف بيشاور على سوجي وقال له: كله بسبب البقرة الحلوب اللي واقف هناك ده، هو اللي هاجمني الأول مش أنا. وفجأة صوت أومينيا رجع في الميكروفون، بس المرة دي بنبرة جد خالص فيها هيبة ووزن يخلي الكل يسكت. قال لهم تقريبا كده: أنا لازم أقول لكم حاجة مهمة جدا، من الآخر يا شباب أنا عايزكم تحموا البلدة دي، الاسم اللي أخدتوه مش هزار، بوفورن يعني حماة مدرسة فورن، يعني انتم خط الدفاع الأول عن الناس، عن ممتلكاتهم ومعتقداتهم وكل حاجة ليها قيمة هنا، دي القاعدة الوحيدة اللي ما فيهاش نقاش، تحموا المكان ده بروحكم ولا يبقى ملكمش مكان بينا. وفي لحظة الطلبة كلهم ردوا بصوت واحد: حاضر، ما عدا ساكورا كان واقف مستمر ومذهول من اللي بيحصل، اللي بيقولوه ده مش شبه أي حاجة اسمعها قبل كده. وأومينيا بقى رجع لصوت العادي وقال لهم: أنا كده قلت كل اللي عندي، الباقي عليكم بقى. بعدها الطلبة اتجمعوا حوالين بعض وبدأوا يكلموا: ياه أومينيا ده فخامة، مش طبيعي صوته لوحده يخلي الواحد يقف عدل، ده مش بني آدم. وساكورا كان واقف لوحده سايبهم وبيفكر، مش قادر يفهم ازاي كل دول بيحبوا نفس الشخص كده، ازاي كانوا مركزين معاه بالصوت بس كأنهم شايفينه. هل ده لأنه قوي بس؟ يعني فعلا مجرد قوته هي السبب في الحب والتقدير ده؟ الأسئلة كانت شغالة في دماغه لأنه ببساطة عمره ما شاف التقدير ده في حياته، بالعكس ده اتكره بسبب قوته، اترفض واتقال عليه حاجات عمره ما انساها. بس يمكن تكون البداية الجديدة هنا هي اللي تغير كل حاجة. وساكورا كان واقف كده سرحان وكل تفكيره في حاجة واحدة: أنا لازم أعرف مين أومينيا ده، يعني إيه القوة دي، وإزاي كل الناس بتحترمه كده من مجرد صوته. بس قبل ما يكمل تفكيره صوت دخل عليهم فجأة من وراهم وهو بيهزر كعادته وقال لهم: إيه يا نجم انت وهو مش شايفين إن الوقت جه علشان تصالحوا؟ كفاية اللي حصل من شوية، أنا بقول تسلموا على بعض كده زي الرجالة وتتعهدوا بهدنة بينكم. وساكورا بصله بنظرة كلها رفض
رفض وقال له مستحيل، احنا اصلا ما وصلناش للنتيجة في النزال بتاعنا، يعني ازاي اتصالح معاه وانا مش عارف مين فينا كسب. وبعدها اضاف وبعدين ده هو اللي هاجمني الاول وانت عايزني اعديها كده بالساهل، يا عم فكك. وفجأة نيري اللي كان واقف متابع من بعيد قرب منهم كده ببراءة وقال هو كل ده تمام، بس وشك بقى احمر كده ليه فجأة يا ساكورا؟ وساكورا مد ايده واداله واحدة كده على دماغه وقال له يا ابني اسكت في وقت كلامك الغريب ده. وسو كان واقف وسطهم زي حكيم الحارة وقال لساكورا يا عم انت مصدع دماغنا من اول اليوم انك جاي تبقى القمة في المدرسة دي صح؟ طيب علشان توصل للحتة دي اللي انا طلبته منك ده اضعف الايمان يعني. وبعدين راح باصص لسوجي وقال له وانت بقى يا باشا لو اومينيا عارف انك هجمت على زميلك كده بدون سبب عارف هيعمل فيك ايه؟ وساعتها وش سوجي قلب كأنه شاف اومينيا شخصيا واقف وراه. اتوتر جدا لانه عارف ان اومينيا ما بيهزرش بالحاجات دي، فقام بسرعة ومد ايده لساكورا كده في حركة صلح رسمي، يلا نسلم ونقفلها على خير. وساكورا واقف باصص له كده باستغراب وكأنه مش مستوعب، يعني بعد اللي عملته كله جاي تسلم عادي كده؟ وانت ناسي انك كنت هتخلص عليا من شوية؟ ونيري بقى هيغمى عليه من التوتر قاعد يصرخ ويقول يا ساكورا انا ما صدقت ربنا عدى الازمة دي، ابوس ايدك يا شيخ مد ايدك وسلم لحسن يحصل حاجة تاني وتموتني ناقص عمر. ساكورا واقف متحجر بيبص للايد الممدودة وكأنه بيتخيلها ركلة جاية من سوجي، وكان جزء منه بيقول نأديله في وشه وخلاص او اشوط الايد دي برجلي ولا اعمل اكشن جامد كده وننهيها على طريقتي، بس في الاخر قرر يمد ايده ويسلم هو كمان. وهو حاسس بحاجة غريبة كده جواه، دي يمكن اول مرة يلمس فيها حد مش جوه معركة. والطلاب كانوا واقفين حوالين المشهد وكلهم فرحانين قوي كأنهم شافوا فيلم النهاية السعيدة بتاعته الأخيرا. المشكلة خلصت، أما البطلين ساكورا وسوجي كانوا واقفين ماسكين نفسهم بالعافية، والسلام اللي بينهم شكله كأنه تهدئة مؤقتة قبل الإعصار، يعني من الآخر كده ولا واحد فيهم كان طايق التاني بس مد ايديهم وسلموا زي ما تقول كده سلام سيبني بس دلوقتي ومتنساش اللي بينا. وبمجرد ما ايديهم انفصلت الطلاب جريوا على ساكورا، يا ساكورا ايه القوة المرعبة دي؟ انت خبطته من اول ضربة خلاه ينزف، ايه يا راجل كل ده؟ حضنوه لدرجة ان الواد مبقاش شايف نفسه، اختفى وسط زحمة الاعجاب والمجاملات والدهشة. وساكورا واقف كده مش مصدق نفسه بيفتكر لما كان في بلدته القديمة ازاي الناس كانت بتخاف منه، كانت بتبعد عنه وتهمس حواليه، ده خطر ده مؤذي ده مش طبيعي. لكن هنا اول ما شافوا قوته احترموه قدروه واحتفلوا بيه كمان. الصدمة كانت كبيرة لدرجة انه سكت قعد مكانه لا بيتكلم ولا بيتحرك. طلبة افتكروه انه اغمى عليه من كتر الاحضان، لكن فجأة ساكورا بيقوم وينفض هدومه وبيهزر كده وبيقول هو انتم مفكرين ان انا هفقد الوعي من حاجة ضعيفة زي دي؟ يا جدعان انا قلت هبقى القمة ولا نسيتوا؟ ضحكوا كلهم وابتدى يهزروا معاه، وكان اول مرة ساكورا يحس انه مش بس بطل لا كمان واحد منهم. وكان اول مرة يحس فيها ساكورا بقرب البشر منه، هو اللي عمره ما حس بده قبل كده. طول عمره نظرات الناس كانت بتقوله انت مش مننا، بس شكله بسبب قوته بسبب نظراته ليه. لكن النهارده لأول مرة حس بدفى الناس. بس فجأة دخل شخص من باب الصف، صوته كان عالي وقال لهم انتوا اتحركوا فورا جت لكم اول مهمة. ساكورا استغرب جدا، ايه ده مهمة؟ احنا لسه داخلين المدرسة يا جدعان ما تهزروش. وبص حواليه كده وهو متحمس يفكر انها مهمة قتالية واختبار قوة، يعني هنروح نقتل مين تنين ولا عصابة ولا روبوت شرير. لكن الكارثة ان الصورة اللي بعدها هو واصحابه كلهم واقفين بيدهنوا الحيطان. لكن الكارثة ان الصورة اللي بعدها هو واصحابه كلهم واقفين بيدهنوا الحيطان. ساكورا ماسك فرشة وعمال يدهن وهو بيقول في نفسه هو انا جاية علشان اكون القمة ولا اكون نقاش؟ ده حتى الدهان سايب وريحة الطلاق داخلة في دماغي، الغضب طالع من عينه. هو ده بقى اول اختبار، ده تهريج رسمي. ساعتها بدأنا نرجع بالفلاش باك قبل نص ساعة بالظبط. ابطالنا كانوا واقفين قدام باب صفهم الجديد لسه مخلصين من مقابلة اومينيا والصدمات اللي حصلت، ولقي نفسهم بيبصوا لبعض كده بذهول. واحنا المفروض نعمل ايه دلوقتي؟ نرتاح ولا ننام؟ لكن قبل ما يرد على نفسهم صوت الشخص المسؤول دخل عليهم بيزعق وانتوا لسه هترغوا؟ اتفضلوا على الفناء يلا ومفيش هزار اتأخرتوا، انا كمان هتهزق من وراكم. وبنبرة مش فاهمة حاجة سو قال يعني
يعني دي مهمة تدريبية ولا اختبار جسدي؟ قال له الشخص هتعرف لما توصل، يلا اتحرك. هيراجي واقف قدام الطلاب وقال لهم انتوا أخدتوا 7 دقايق و36 ثانية و22 جزء من ثانية علشان تخرجوا من الصف. ليه يعني؟ ده أطفال الحضانة أسرع من كده. ايه القرف ده؟ الطلاب كلهم وقفوا في حالة صدمة. ازاي الراجل ده مركز قوي كده في التوقيت ده؟ شكله هيحاسبهم على الشعرة. أما ساكورا فكان مذهول، بس مش من كلام هيراجي، لا ده اتصدم انه نفس الشخص اللي شافه امبارح في المعركة. ونيري لاحظ علامات التعجب اللي على وش ساكورا وقال له انت عارف الشخص ده مين؟ ساكورا بصله وقال له ده الشخص اللي ظهر امبارح وانا بقاتل لما كنت بدافع عن بنت المطعم. نيري صرخ على طول كعادته بصوت عالي، تقصد كوتوها. وفجأة المشهد قلب وهيراجي سمع اسم كوتوها، وفي اللحظة جري على ساكورا ومسكه من وشه بشراسة ووقعه على الأرض. ساكورا قام من على الأرض وهو مولع غضب وقال له ايه يا عم، انت مجنون ولا ايه؟ ايه اللي انت عملته ده؟ هيراجي وهو بيصرخ في وشه قال له مش قايلك يا حيوان ما تجيبش سيرة ان كوتوها كانت في المعركة؟ ساكورا واقف مصدوم، مش من تهديدات هيراجي بس، لكن من الجملة اللي قالها في الآخر، انتهى بيك الأمر انك تيجي مكان القائد بتاعه سخيف. ساكورا بصله وهو بيشد نفسه بالعافية علشان منفجرش فيه وقال له يعني ايه القائد بتاعه سخيف؟ بتتكلم عن مين؟ هيراجي قال له ولا كلمة، اتكلمت كتير أصلا، أنا مش هسمح لك تبوظ كل حاجة من أول يوم. وبلع حبيتين كده من الشريط وقال له اللي حصل امبارح يتحذف من ذاكرتك تماما، فاهم؟ ساكورا في نفسه كان بيغلي، هو جاي هنا علشان يحقق حلمه ويثبت قوته ويعرف هو مين بالظبط، وفجأة ليه نفسه وسط أسرار وأوامر صامتة وناس مش عايزينه يتكلم. لكن اللي زاد غضبه أكتر كان احتكار هيراجي ليه وكأنه مش قد المكان ده. فجأة نيري دخل بينهم كعادته، يا جدعان يعني احنا جايين نلون الحيطان ولا نلون على بعض؟ لكن نظرة ساكورا كانت مش سايبة هيراجي، ولا الكلام اللي قاله عن كاتوها، ولا الجملة الغريبة عن انه جاي مكان قائد. ساكورا كان واقف وسط الكلام مش قادر يستوعب الصدمة الجديدة. هيراجي كمان واحد من ملوك الأربعة، يعني مش بس طالب عادي ولا حتى مجرد شخص غريب الأطوار بياخد برشام، ده كمان واحد من أقوى الشخصيات في مدرسة بوفورن. نيري كعادته كان بيشرح بحماس وكأنه بيقدم برنامج وثائقي. بص يا ساكورا، القمة في المدرسة دي اسمها أومينيا، ده الرمز أو الهالة، الصوت اللي بنسمعه محدش بيشوفه كتير، وتحته على طول في الملوك الأربعة، كل واحد ماسك ياضة صف من صفوف التلاتة الأول والتاني والتالت. وبدأ الطلاب يشاركوا في الشرح. واحد قال هيراجي ده ملك الصف تاني والكل بيحسب له 1000 حساب، والتاني قال مفيش حد بيتجاوز معاه رغم انه ساعات شكله غريب وتصرفاته غير متوقعة، بس محدش يجرؤ يعارضه. نيري كان عمال يقلب في مذكراته بسرعة وقال لساكورا اللي خليك فاكره كده انك اتخانقت مع ملك من ملوك بوفورن في اول يوم ليك يا نجم. وساكورا سرح، ازاي قدر يزعقله؟ وليه كل ما يقرب من حاجة فيها قمة أو قوة لازم يدخل في عداء؟ لكن برضه بدأ يحس إن اللعبة أكبر مما تتخيل. فكر وقال لنفسه يعني أنا كده قدامي أومينيا في القمة وتحته 4 ملوك والناس بتحبهم وبتهابهم وأنا لسه في البداية، يبقى لازم أبدأ أطلع خطوة خطوة. ساكورا كان ماشي في الشارع جنب فريقه بس مش مركز في أي حاجة غير اللي ماشي جنبه، سوجي اللي من شوية كان بيحاول يضربه واللي ساكورا اضطر يسلم عليه غصب عنه، واللي دلوقتي قادر بقى زميله في نفس الدورة. ساكورا بيقول في نفسه وهو مكشر يعني مفيش غيره ويتحط معايا، الدنيا دي مصممة تخليني اتعصب. نيري اللي كان ماشي وراهم ومعاه دفتر كالعادة لاحظ التوتر وقال له بهزار يا عم ساكورا خدها من منظور ايجابي، سوجي مشرف عليك يعني هو اللي هيشيل اللوم لو حصلت مصيبة. وبينما هم ماشيين وسط البلدة بدأوا يشوفوا تفاصيل الحياة فيها، محلات صغيرة واطفال بيلعبوا وناس بتبتسم لهم. وفجأة سمعوا صوت واحد بيزعق من بعيد انتوا متابعين لفريق تامون، كلكم لفوا بسرعة. لقوا شباب من سنة تانية شكله جاد، قال لهم ايوه انتم مهمتكم دلوقتي تنظفوا الشارع ده وتساعد الست العجوز اللي في البيت اللي هناك، وكل مجموعة تسجل الملاحظات اللي تشوفها. دي مش بس دورية، ده تدريب على رصد المشاكل في البلدة وحمايتها. فكر قلب استغراب، نساعد وننظف ونرصد؟ هو احنا جايين نتحول لفريق بلدية؟ لكن سوجي قال له دي اول خطواتك لو عايز تبقى في القمة. القوة مش بس
عضلات القوة هي إنك تتحمل المسؤولية عن غيرك، لو مش قد ده يبقى ارجع لمدرستك القديمة. الجملة دي صدمت ساكورا وسابت لحظة وبعدين شد كم وكمل يلا بينا، بس أنا اللي هحمل الحاجات التقيلة، انت خليك في الضعيف. نيري ضحك وقال له المهم إنكم بدأتوا تفهموا بالطريقة الغريبة دي، وهنا بدأت أول مهمة حقيقية للفريق. الكلام ده ما عجبش ساكورا خالص والضيق بان على وشه وهو بيقول يعني إيه مش لازم نبدأ، إحنا جايين نحمي الناس مش نتمشى حوالين الحواري ونعد البلاط. هيراجي رد عليه أيوة الحماية مش معناها إنك تنط على أي حد شكله مش عاجبك، أنت مش في حلبة مصارعة يا ابني، دي مدينة وناس، ولو غلطت تاني سواء بكلمة أو بحركة هتتحاسب سواء كنت بطل ولا حتى قمة الجبال. ساكورا سكت بس كان باين عليه إنه بيغلي من جوه، هو مش فاهم إزاي مطلوب منه يسكت ويتجاهل اللي شايفه غلط حواليه. أما نيري كان بيكتب الموقف كله في مذكراته ويقول الطالب ساكورا غير ناضج سريع الانفعال، محتاج يتعلم من القوة بدون عقل تبقى خطر. ساكورا لمح الكلام اللي بيتكتب وقال له هتكتب كمان إنك ممكن تبقى أول ضحية لو فضلت تتسجل عليا. نيري ضحك وقال لا لا يا عم أنا بهزر. وهنا يدخل سوجي وقال وهو بيعدل ياقة القميص كل واحد في الفريق ده عنده طريقه، بس لازم نفهم إن الحماية مش دايما بالضرب، أوقات القوة الحقيقية إنك تمنع المعركة قبل ما تبدأ. الكلام دخل عقل ساكورا شوية بس لسه مقتنعش 100%، بس المرة دي مردش، فضل ساكت. لأول مرة حس إن اللي حواليه مش ناس بتكرهه لكن ناس ممكن فعلا تساعده يبقى أقوى بشكل مختلف، وهم ماشيين كده عادي ومتحمسين يكملوا طريقهم. فجأة لقوا نفسهم واقفين قدام مبنى غريب كده شبه نفق واسع وعليه كلام ورسومات كتير قوي شكلها عجيب ومبهدل الدنيا. ساكورا كعادته مقدرش يمسك نفسه وبص عليهم كده وقال ايه القرف ده، الرسومات دي شكلها يكسف. بس قبل ما يكمل كلمتين نيري جه عليه بسرعة وقال له حرام عليك اسكت بقى ما تقولش كده هنا، انت مش فاهم احنا واقفين فين. ساكورا اتفاجئ وقال له ايه يعني ده حيطان مش متزوقة. فنيري قال له هو مرعوب الحيطان دي تبع ناس ما ينفعش نهزر معاهم، ده المكان ده بيمثل الحد الفاصل بين فورن وفريق تاني قوي جدا والناس هنا بتعملهم ألف حساب. الموضوع مش هزار، المكان ده عامل زي حدود دولتين، ولو فريق فورن غلط في التاني بكلمة ممكن تقوم حرب. والفريق التاني اسمه شيشتورين والاسم ده لوحده بيخلي الناس تشد نفسهم، دول ناس ما بيهزروش مؤمنين ان القوة هي كل حاجة في الدنيا. ساكورا أول ما سمع كده عينه لمعت وقال بحماس هو ده اللي كنت بدور عليه أول ما دخلت المدرسة. وقبل ما يلحق يكمل أحلامه في المواجهة لقوا هيراجي جاي من بعيد متأخر عنهم خطوتين، ومجرد ما شافهم واقفين في المكان ده اتجنن وزعق فيهم انتوا اتجننتوا امشوا من هنا فورا، ده مش مكان نلعب فيه. بس قبل ما يلحقوا يتحركوا ويبعدوا عن المكان لمحت عينهم منظر قلبهم، في طالب صغير من اعدادي كان بيجري بأقصى سرعته ودخل جوه حدود فريق شيشتورين، وراه على طول مجموعة من أعضاء الفريق ده ووشوشهم مرسومة عليها نية الأذى. هيراجي واقف بيتفرج مش عارف يعمل ايه، عايز يتدخل بس ده جوه أرض العدو. يا سلام لو مد ايده، دي مش خناقة، دي هتبقى حرب بكل ما تحمله الكلمة من معنى. بس على مين؟ ساكورا وسوجي دول ما يعرفوش يعني ايه خوف أصلا. في نفس الثانية ومن غير حتى ما يتفاهموا الاتنين هاجموا مرة واحدة. ساكورا رفس واحد من شيشتورين كان بيجري ورا الطالب رفسة طيرته حرفيا، وسوجي كمل عليه من الناحية التانية. والكارثة بدأت، فريق فورن كله واقف مش مصدق اللي حصل، ونيري واقف بيرتجف يبص حواليه كأنه بيودع الدنيا وبيقول يا نهار اسود انتوا اتجننتوا، احنا واقفين في أرض العدو وكمان انتوا اللي بدأتوا الهجوم. بس ساكورا كان عنده رد جاهز، بدأنا ايه يا عم؟ الطالب ده من عندنا، لما بندافع عن واحد مننا ما بنبقاش احنا اللي بدأنا. وفي اللحظة دي بنشوف اللي اتضرب واقع على الأرض غرقان في دمه. نيري فضل يزعق ويقول له ان المصيبة كبرت وان مفيش رجوع من اللي حصل، بس ساكورا كان واقف بكل برود، بص كده لسوجي بقرف وقال له اسمع اجري بقى وروح اقف جنب باقي الفريق، انا هتصرف مع شوية العيال دول لوحدي، وبقولك ايه خليها واضحة كده انا مش محتاجك معايا. بس للأسف سوجي هو كمان عنده نفس الغرور اللي بياكل صاحبه، واقف واثق من نفسه كأنه عمل انجاز ومش مدرك حجم اللي حصل. انما الصدمة ان الاتنين اللي كانوا مع الشخص اللي ساكورا ضربه اول ما شافوه واقع من ضربة واحدة ما اهتموش ولا حتى حاولوا يساعدوه، لا بالعكس قعدوا يستهزئوا بيه كأنهم بيقولوا له ايه يا نجم وقعت من اول لمسة، ده حتى مش منظر. ساكورا واقف متفاجئ، ازاي يعني ده واحد من فريقهم، ازاي بيعملوه بالمنظر ده؟ فين الانتماء وفين الولاء فين الدم؟ بس قبل ما يلحق يستوعب اكتر دخل علينا واحد شكله ما يطمنش، ماشي بخطوات بطيئة لابس شبشب عادي جدا ووشه مفيهوش اي ملامح اهتمام، كأنه نازل يجيب عيش مش جاي
يفصل في كارثة. بس أول ما قرب من مكان الضرب الاتنين اللي من فريقه اتشدوا على طول كأنهم حسوا إن الوحش وصل. الراجل ما قالش كتير بس بص لهم وقال لهم بصوت هادي إيه اللي بيحصل هنا. وساعتها بقى هيراجي دخل على خط الانهيار العصبي. كان باين عليه إنه مش مصدق إن حظه الوحش رماه في مكان زي ده مع الشخص ده بالذات. وساكورا لسه مش فاهم مين ده، لكن هيراجي كان عارف كويس قوي الراجل ده مش أي حد، ده جوتو جامي، الراجل رقم 2 في فريق شيشتورين وأخطر واحد بعد القائد مباشرة. والمفاجأة بقى إن توجامي بكل هدوء نزل نضارته كده وبص من فوقها وقال فريق فورين انتوا بتعملوا ايه هنا؟ وقبل ما الأمور تسخن أكتر هيراجي تدخل بسرعة وقال له واحد من فريقك هو اللي بدأ، هاجم طالب من فريقنا من إعدادي كمان، يعني بالبلد دي كده هو اللي كسر الخط الأول. بس بقى توجامي ما هزش فيه رمش، ضحك بس وقال ايه ده مين اللي هنا؟ ده هيراجي بشحمه ولحمه، ده الدنيا لسه بخير. الراجل بيتكلم بكل هدوء رهيب بس في نفس الوقت مستفز بطريقة تخلي أي حد يغلي. ساكورا كان واقف جنبه مش قادر يستوعب يعني ايه الراجل ده بيتصرف كده، لا اهتمام ولا خوف ولا حتى إحساس بالخطر، بالعكس مستفز فوق العادي وكأنه بيتسلى. وبعد ما خلص فكرته الكوميدية رجع يبص الواد اللي واقع على الأرض وقال له يعني ده وشه كده؟ انتوا اللي عملتوا فيه المصيبة دي؟ ساكورا رد بقلب جامد وقال له هو اللي بدأ وجابها لنفسه. وهنا اللحظة اللي خلت الكل يبلع ريقه. الواد اللي واقع وبينزف اتكلم أخيرا وهو بيقفل عينه من الوجع وقال من الأول فريقكم ما كانش له حق يدخل منطقتنا أصلا. وساعتها توجامي فجر الموقف وموقفش، فضل يضرب فيه بطريقة وحشية ويقول له انت ازاي تتكلم كده؟ مش بس اتغلبت ده كمان اتبهدلت في أرضنا، يعني انت ضعيف والضعيف ما يستحقش يعيش أصلا. وهو بيكمل ضرب الكل واقف مش قادر يصدق مش مجرد قائد، ده جزار بمشاعر متجمدة. وفي عز الضرب اللي كان شغال ده هيراجي ما قدرش يسكت اكتر، صرخ بأعلى صوته وقال لتوجامي كفاية بقى انت بتعمل ايه؟ ده واحد من فريقك ازاي تضربه كده؟ لكن بدل ما توجامي يتراجع او حتى يحس بالذنب ضحك ضحكة باردة وساخرة وقال له فريق ايه ده خسر، والخسران عندنا اسمه ضعيف والضعيف ملوش مكان وسطنا، احنا اسمنا انصار القوة. نيري في مكانه اتشل وقال بصوت خايف يعني ايه اللي بيحصل ده بيضرب زميله بدم بارد. وسو رد عليه بنبرة حزينة وقال الناس دايما كانت بتقول ان مجرد ما تقف قدام الفريق ده خلاص بتتحول لتراب وبتختفي، لكن ساكورا ولا كأن في حاجة بتحصل، واقف بكل برود لا خوف ولا تردد وبص لتوجامي كده وقال له انصار القوة ايه؟ ده اكتر نكتة سمعتها النهاردة، يعني علشان ضربت ولد ضعيف اتغريت وفكرت ان دي قوة؟ لا انسى، كنت فاكر انك مثير للاهتمام. وقف قدامه بكل شجاعة بصله في عينه وكأنه بيقول له انا هنا ولا همه اي تهديد ولا اي جبروت. وكلنا بقى عارفين لما ساكورا بيقول الكلام ده بيبقى هو فتح بوابة جهنم بنفسه. فريق فورين كلهم واقفين بيبلعوا ريقهم عارفين اللي جاي فتحة مهببة بمعنى الكلمة. اما بقى فريق شيشتورين فبالكلام اللي ساكورا قاله قلب عليهم المواجع، بصوا لتوجامي وقالوا له احنا نعمل ايه؟ نقتله ولا نقتله؟ لكن توجامي عز راسه وقال لا مفيش داعي خلوه يعيش. بعدها لف ناحية ساكورا ورفع النضارة بتاعته وبصله من فوق لتحت وقال له انت بقى مين يا نجم بالشكل الغريب ده وشعرك اللي عامل زي فراخ الجمعية؟ ولا ايه الاسلوب ده؟ بتتكلم بسرعة وعصبي ليه كده؟ ساكورا انفجر فيه وغضب وقال له وانت اللي بتتكلم بالبرود المستفز ده انت لوح تلج يا عم. وتوجامي ضحك وقال له اها شقت عصبي اهو، بس كفاية كده لحد هنا، انا مش في المود اني اخلص عليك دلوقتي، بس افتكر كلمتي انا هسحقك في وقت ومكان مناسب اكتر. وسابهم ومشي مع فريقه بكل هدوء. وبعدها على طول نيري جري عليهم زي المجنون، راح عند ساكورا وسوجي ووشه بقى ازرق واحمر وقال وهو بيزعق والله موتنا هيبقى على ايديكم، انتوا عملتوا ايه يا مجانين؟ ده اللي حصل ممكن يولع حرب بين الفريقين، يا سوادكم ده هيبقى مرار طافح رسمي. وسو حاول يهدي نيري شويه بس نيري عيل فرفور وبيقول ده كله بسبب الاتنين دول، لو ساكورا كان سكت وما استفزش توجامي كنا لمينا موضوع الولد اللي اتضرب وخلاص، لكن لا حضرته لازم يولعها. وبعدها لف وقال دلوقتي لازم نرجع المدرسه فورا. وبص للواد اللي كانوا انقذوه وساله وانت بقى يا طالب الاعداديه اسمك ايه؟ الواد كان واقف بيرتعش وقال له بصوت واطي اسمي ساسا. وهنا هيراجي بص للواد اللي انقذوه وقال له انت هتيجي معانا وتحكي لأومانيا كل اللي حصل؟ ساكورا ساعتها كان واقف ومش فاهم، بصله مستغرب وقال في نفسه هو ليه هيراجي مش عايز يحكي بنفسه؟ ويعني مين بقى أومانيا ده اللي لازم نوصل له المعلومه؟ وبعدين مشي معاهم لحد ما طلعوا على السطح. لما وصلوا فوق اتصدموا المكان، السطح معمول جنينه نباتات وورد وخضار، منظر هادي كده. بس المفاجأة الأكبر كان في شخص قاعد على جنب بيزرع. وساكورا أول ما شافه قال لنفسه استنى هو ده بقى أومانيا؟
مستحيل. بس قبل ما نقولك بقى مين الشخص ده، انزل يا نجم كده وسيب لنا في الكومنتات انت كنت متوقع مين. المهم نرجع تاني، ساكورا كان مظلوم جدا، واول ما عرف ان الشخص اللي كان قاعد بيزرع ويحط السنات بايده هو اومينيا بعينه. وانت دلوقتي هتسألني يعني ساكورا اتصدم ليه؟ هقولك على طول. اومينيا اول ما شاف هيراجي فرح جدا وراح مسكه من ايده وقال له وهو شايل زرعتين، شايف يا هيراجي البتنجان والفلفل الاخضر ابتدوا يكبروا، احنا لازم نحتفل بالصيف ونعمل حفلة شوية بقى. وكان فرحان قوي قوي كأنه طفل في ابتدائي. وساكورا واقف مش فاهم حاجة، يعني ده اقوى واحد في المدرسة، ده اللي بيتكلم على البتنجان وهو فرحان؟ دي حاجة كده في قمة العبث. بس اهو دي كانت النهاية المفاجأة لحلقتنا النهاردة. استمتعوا وقولولي رأيكم في الحلقة في الكومنتات، واستنوني في فيديوهات تانية قريبة جدا، ويلا سلام.